دلوقتي بقى نفهم ازاي نتصرف مع الحروق. اول حاجه انت رايح تنقذ حد محروق، فاولا امن على نفسك عشان ما تبقاش انت وهو محروقين، فاهمين الفكره؟ فانت لازم تامن على نفسك وانت رايح تنقذه، يعني بمعنى اصح يطفي الحريقه بعدين روح انقذه. او مثلا لو هو بعيد عن الحريقه شويه انت روح انقذه بس خليك بعيد عن الحريقه. لو هي مثلا حرق كهربي اطفي الكهرباء، المهم تامن على نفسك. تمام. طيب تاني حاجه ابعدوا بسرعه عن مصدر الحريق، يعني اول حاجه تعملها انت تبعده اكيد. تالت حاجه بقى تشوف هو عايش اصلا ولا لا. طب انا هعرف ازاي؟ بص على النبض بتاعه. هو النبض اصلا بنبص عليه فين؟ النبض بتاعه اول حاجه بنبص عليها، شايفين الصباع الكبير بتاعنا اهو، بننزل تحت كده في عظمه هنا البروز ده، بنحط صوابعنا الثلاثه عليه، هو يفضل هنا ب3 صوابع مش بصباعين. طيب تاني كمان هنا منطقه الدقن، هنا اهي دي الدقن اهي، تحتها كده ب3 صوابع نحط ايدينا كده نتاكد ان هو احنا شايفين النبض. طب ولا ده شفته ولا ده شفته؟ القلب يا جماعه، القلب هو النبض اصلا جاينا منين؟ جاينا من القلب. حط ايدك على قلبه. طبعا لو انت راجل وهي بنت بقى ساعتها هتحصل مشكله كبيره يعني، بس نحاول نفهم الناس اللي حوالينا ان احنا بنتشيك بس النبض عشان نشوف ده شخص عايش ولا مش ولا مش عايش، فنبص على القلب نشوفه بينبض ولا لا. طب لو هو تمام بينبض خلاص عايش، اتاكد بس ان هو بيتنفس وان هو نفسه تمام، يعني ما عندوش اي مشكله، ما فيش اي حاجه محشوره منع ان هو ياخد نفسه. طب لو هو مثلا ما كانش اصلا بينبض، ساعتها نعمل ستارت CPR. يعني اللي هو ان احنا نعمل انعاش القلب الرئوي، اللي هو بكل بساطه ان انت بتجيبه بتنيمه كده على ظهره فلات ماشي مسطح يعني، بعدين تروح طالع كده فوق منه وتحط تشبك ايديك الاثنين فوق بعض، ايديك اللي انت بتستخدمها اصلا في الكتابه وفي الاكل بتحطها فوق ايديك التانية اللي مش بتستخدمها، بعدين بتروح حاططها كده على صدره عند مكان قلبه بالظبط، اللي هو احنا عارفين القلب في النص ناحيه الشمال شويه خلاص. وتبدا ان انت تعمل ضغط كده جامد. الضغط هنا بيكون مصدره مش كوعك، يعني مش ايدك ولا الجزء ده، لا بيكون كتفك، الحركه نازله من الكتف لتحت، يعني شايفين مفصل الكتف الحركه بتكون نازله كده. بنضغط 30 مره، قصدها ان احنا بنروح نديله نفسين خلاص. يبقى كل 30 ضغطه من هنا قصادها نفسين. بنروح نكرر الحركه دي كذا مره، يعني بصوا بنعمل 30 ضغطه على الشيست بتاعه، وبعدين نروح مدين له نفسين بالشكل ده خلاص. بس لو طبعا مفيش بيكون في جهاز مخصص عشان خاطر انت بقك ما يلمسش بقه عشان ما يحصلكش عدوى ولا قدر الله لو في امراض، بس غالبا مش بيكون موجود طبعا في حالات الطوارئ، فهنعملها بالبق بقى وخلاص. وبعدين طبعا اول حاجه لازم نعملها، يعني اول ما نلاقي الشخص اصلا قلبه مش بينبض، اول حاجه احنا لازم نعملها هي الاسعاف. الاسعاف 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 الاسعاف. ولو يفضل معاك شخص، الشخص ده لازم يتصل بالاسعاف، ويفضل اصلا انت يكون معاك شخص عشان خاطر انت هتتعب بعد اول 30 ضغطه، الحركه دي متعبه جدا جدا جدا، فلازم يكون معاك شخص تاني عشان تبدلوا انتوا الاثنين. يبقى ده هنتصرف ازاي لو كان الشخص لا قدر الله اصلا قلبه وقف؟ وعلى فكره القلب بيقف لا قدر الله في حالات الحريق وكده اصلا من كتر الخضه نفسها. تمام. طيب بعد كده نبدأ بقى ان احنا نبص على الشخص نفسه، خلاص الحمد لله قلبه رجع عاش. طب قلبه ما رجعش عاش بعد اول مرة انا خلصت CPR، هروح اكررها تاني وهكررها تالت وهكررها رابع لحد ما اشوف ان في نتيجة. طب خلاص بقى وصلت ل5 مرات ومفيش اي نتيجة، عمالة اكررها مفيش، استنى لحد ما الاسعاف تيجي برضو وافضل اكررها خلاص. يبقى انا بفضل اكرر CPR لحد ما استنى الاسعاف تيجي. الاسعاف بيكون معاها الجهاز دوت بتعمله صدمة كهربائية، بنحاول برضو ان احنا ننعش القلب خلاص. اكيد مش هسيبه ان هو يعني بعد ما حاولت كذا مره والاسعاف لسه ما جاتش مش هسيبه بقى يموت لحد ما الاسعاف تيجي، لا هفضل احاول لحد ما الاسعاف تيجي بالجهاز بتاعها خلاص. طيب نبدا بقى ان احنا نتوجه بنظرنا للشخص نفسه. لو هو لابس اي حاجه ضيقه فوق المكان المحروق لازم تتشال فورا. حاجه ضيقه زي مثلا لو كان المكان المحروق مثلا ساعه لازم يشيلها. لو كان عقد حوالين الرقبه لازم طبعا تشيله، لان المكان اصلا اللي بيتحرق بيورم بعد كده. فلو العقد مثلا كان ملبوس والعقد ده ضيق، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ المكان دوت العقد هيضيق قوي على الرقبه، هيتخنق مش عارف ياخد نفسه خلاص، لان هو المكان المحروق بيورم اساسا. لو كان لابس اسوره، لو كان لابس حزام وسط، اي حاجه من الحاجات الضيقه دي لازم تتخلع. بعد كده هبدأ ان انا هغطي المكان المحروق بشاش نظيف، يعني لو في مكان محروق اغطيه بشاش نظيف. طب لو هو مش موجود عندي، حته قماشه نظيفه خلاص ونغطيه بالراحه، مش بنكلفته قوي ولا بنضغط عليه، لا بالراحه، يعني يا دوبك تبقى لمسه الجلد بس. شاش نظيف او قماش نظيف، ليه؟ عشان امنع تلوث الجرح وامنع تعرضه للهواء خلاص. تاني حاجه الجزء المحروق ده لازم نرفعه فوق المستوى بتاع القلب. يعني مثلا لو كانت رجليه هي المحروقه، ارفعها فوق مستوى القلب اهو، ارفعها فوق مستوى القلب. لو كان دراعه هو اللي محروق، ارفعه فوق مستوى القلب خلاص. المكان المحروق نحاول بقدر الامكان ان احنا نرفعه فوق مستوى القلب. حد يقول لي ايه اهميه حركه زي كده؟ هقول لكم حالا الاهميه بتاعتها ايه.
الأهمية بتاعتها إنها مهمة جدا جدا، دي بتنقذنا من حاجات كتيرة جدا. أولا أنت لما بترفع المكان ده فوق المستوى بتاع القلب أنت بتقلل الدم اللي موجود في المكان ده، فبالتالي أنت بتقلل التورم اللي ممكن يحصل. هو التورم ده خطورته في إيه؟ خطورته إن هو بيزود الضغط اللي موجود في المكان ده، ولما الضغط ده بيزيد بيضغط على الأعصاب اللي موجودة فيه، فبالتالي بيدي إحساس أكتر بالألم. فأنت كده ريحته من 3 حاجات، ريحته من التورم قللته شوية، قللت كمان الضغط اللي موجود، والضغط ده كان هيضغط على الأعصاب فكان هيسبب وجع، فأنت قللت الوجع. تاني حاجة إن أنت حميته من حاجة مهمة جدا اسمها كومبارتمنت سيندروم. ايه كومبارتمنت سيندروم دي؟ الكومبارتمنت سيندروم دي هفهمها لكم بالراحه كده. احنا عندنا العضلات بتاعتنا اللي في منكم حضر الذبح وكده، بتكون العضلات بتاعتنا متغلفه بحاجه اسمها الفاشيه، او الفاشيه دي اللي هي عباره عن طبقه كده اللي هي بيتقال عليها بالمصري الشغته، دي باللغه العربيه اسمها اللفافه، وهي فعلا لفافه لان هي بتلف العضلات بتاعتنا وتقفل عليها كما لو كان حزام انت حاطه حوالين العضلات يعني ايه وقافل عليها كويس جدا في مكانها، فعملها غرفه هنسميها كومبارتمنت. خلاص، فاللي بيحصل بقى ايه في حالات الحروق زي ما انتم شايفين، دي الطبقه الشفافه اللي بقول لكم عليها ان هي بتكون محوطه العضلات بتاعتنا داير ما يدور زي ما يكون حزام بالظبط. فبيحصل في حالات الحروق ان العضلات بتاعتنا بتورم جامد قوي قوي، فبالتالي الحزام ده محوطها، فالحزام ده بيبقى ضيق جدا جدا عليها، العضلات عماله يحصل فيها ورم جامد قوي والحزام قافل عليها جدا، فهتبدا مع الوقت انها تموت. فالموضوع ده مهم جدا، لو ما اتلحقتش في خلال 6 ساعات بالظبط العضله هتموت وهتضطر ان انت تبتر الطرف ده كله. خلاص، فالموضوع ده حاجه يعني مهمه جدا جدا جدا. يبقى اذا اللي استفدته ايه؟ ان انا لما اشوف حد محروق في رجليه ارفعها له فوق الايه مستوى القلب، ماشي. لو لقيت حد محروق في دراعه ارفعه فوق مستوى القلب. خلاص، انا كده بحميه من حاجه اسمها كومبارتمنت سيندروم مهمه جدا قد تخليه لو ما اتلحقش يفقد الطرف ده بالكامل، وفي نفس الوقت انا بقلله الورم، بقلله الوجع، بقلله الضغط للمكان ده. وده شكل الكومبارتمنت سيندروم. على فكره الكومبارتمنت سيندروم دي بتتعالج في المستشفى بعمليه جراحيه بسيطه جدا، وهي حاجه اسمها فاشيوتومي، ان احنا بنخش بنشيل الحزام اللي ضيق على العضلات ده، بنخش نشيله ونسيبها كده مفتوحه فتره لحد ما الضغط ده نتاكد ان هو كله قل والورم قل، بعد كده بنرجع نخيطها تاني. خلاص، طيب وبعد كده الاحظ اعراض الصدمه بقى على الشخص المحروق ده. الصدمه دي بتحصل نتيجه حاجتين، ان هو اولا فقد جزء كبير جدا من السائل اللي موجود في دمه، تاني حاجه ان هو بيكون حاسس بالم فظيع من الحرق، فبالتالي ممكن يحصل له صدمه لسبب من السببين دول. طيب انا الاحظها ازاي بقى الاعراض دي واحاول انقذه منها ازاي؟ اول حاجه انت هتلاقي ان هو ضغطه بيوطى جدا. طب انا هعرف ازاي؟ هو انا معايا جهاز ضغط؟ فاقول لكم لا. طب المونيتور بتاع الاسعاف؟ ما اقول لك ما انت في الاسعاف، خلاص الاسعاف هي اللي تتصرف، انا مالي. خلاص، فضغطه هيوطى جدا دي هي حاجه انا مش هعرفها الا لو انا معايا جهاز ضغط موجود في المكان اللي انا فيه. خلاص، طيب تاني حاجه بقى، دي حاجات فعلا انا هشوفها بعيني، ان هو جسمه هيتلج وهيبقى ساقع جدا، رغم ان هو اصلا في حرق. يعني انت متخيل هو واحد محروق المفروض يبقى سخن، لا هيبقى متلج. تاني حاجه نبضه، انا كل شويه على فكره بتابع النبض، لو لقيت النبض بقى بيروح مني وبيضيع وفجاه مره واحده النبض وقف خالص، ساعتها هعمل ايه؟ طبعا لما النبض يقف خالص نتصل بالاسعاف ونروح نعمل ايه؟ انعاش قلبي. طب لو لقيته مثلا كان بيتكلم دلوقتي فجأة مرة واحدة فقد الوعي خالص، ما بقاش بيرد عليا وبقى بكلمه ومفيش اي استجابة. طب لو هو مثلا قطع النفس، دي كلها حاجات تشير الى ان الشخص ده اتعرض لايه؟ بيتعرض لصدمة دلوقتي حالا، فلازم بقدر الامكان ان انا الحق انقذه. خلاص، طيب لو الحرق بقى الحمد لله بسيط، الحاجات اللي هنعملها حاجات بسيطه جدا. اول حاجه هنغسل مكان الحرق بميه بارده، والميه البارده دي تكون جاريه من الحنفيه. انا هشغل الحنفيه على البارد واطلع ميه بتجري لمده 10 دقائق كاملين. مش هينفع ان يكون معايا ميه جاريه، هستخدم ساعتها حته قماش نظيفه مبلوله بميه ساقعه تتحط على مكان الجرح او الحرق لحد ما الالم يخف خالص. طب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هستخدم بقى كريم مرطب. خلاص الميه خففت الالم شويه، هستخدم كريم مرطب، اما يكون طبيعي زي مثلا زبده الكاكاو، جل الصبار، او زبده الشيا، دي كلها كريمات مرطبه طبيعيه فيها خصائص ان هي تساعد على ان الجروح تلتئم، او كريم حروق طبي من الصيدليه عادي يعني. خلاص، ممكن كمان نغطي مكان الحرق، بس مش هنغطيه فتره طويله. لو هو حرق بقى بسيط زي لو هو مثلا لسعه البانيه، مش عارف كوبايه الشاي لسعتني، الحاجات دي كلها دي حروق بسيطه. خلاص، فبعد ما نعمل الخطوات اللي قلنا عليها دي ممكن نغطي مكان الجرح مكان الحرق لفتره بسيطه، ونبقى عشان نبعده عن الهواء شويه، عشان الهواء لما بيتعرض له الحرق بيزود الاحساس بالالم شويه وبيعمل له جفاف في المنطقه دي. ففتره بسيطه دي المقصود بيها مثلا 3-4 ساعات، مش اكتر من كده يعني، مش فتره طويله اللي هو مثلا 2-3 يومين، لا يعني في نفس اليوم عادي.
طب لو انت حاسس بالوجع بقى مش قادر تستحمل الوجع، ممكن تاخد مسكن بسيط. طب لو انا مثلا شخص اصلا ممنوع من المسكنات، زي شخص عنده قرحه معده، شخص عنده لا قدر الله فشل كلوي، حد يعني عنده موانع للمسكنات، ممكن ساعتها استخدم بنج موضعي، خلاص، مرهم يعني او كريم. طب في حاجات بقى غلط بنعملها بلاش نعملها بقى، زي مثلا ايه، ان انا لما اتحرق احط تلج او ميه متلجه، دي غلط. ليه بقى؟ انت لو بتحط تلج او ميه متلجه انت بتقلل اصلا الدم اللي موجود في الوقت ده، في اللحظه دي من الحرق، فده ما ينفعش. انت كده بتعمل نقص في الدم في المكان ده، فغلط، انت بتأثر على الاعصاب كده، فبلاش. فمش بنستخدم ولا تلج ولا ميه متلجه. تاني حاجه، لو طلع فقاعات اللي هي اسمها بالانجلش بليسترز، فقاعات او يعني بنقولها احنا في مصر هنا فقافيق، الفقافيق دي بلاش تفرقعها، بلاش بالله عليك تفرقعها. ليه بقى؟ اصل دي بيكون فيها مواد مناعيه، وبيكون فيها يعني كأن جسمك بيحاول ان هو يمنع العدوى بنفسه، فبيجيب لك مواد يعني اجسام مضاده وخلايا مناعه وكده، فبالتالي انت لما بتفرقعها انت بتعرض نفسك للعدوى. طب لو انا مثلا غلطت وفرقعتها، ايه اللي ممكن اعمله؟ اغسلها كويس قوي بميه وصابون وحط عليها مرهم ضد حيوي، بس كده. طب لو حد مثلا مصاب بحرق ودلوقتي انا داخله انقذه، ايه غلط ممكن ما اعملوش؟ ما تحاولش ان انت تقلعه هدومه. يعني لو حد مصاب بحرق ما تفتكرش بقى ان انت لما تقلعه هدومه انت بتهويه، لا، انت كده بتعرضه للعدوى، ده كده غلط. هو يعتبر الحرق عمل له ان هو الجلد بتاعه اتحرق، يعني لو الهدوم لسه موجوده اصلا، ده ما اعرفش ازاي الهدوم لو لسه موجوده ما تحاولش انت تقلعها له، انت بتحاول تقلل العدوى. ماشي. طب نعمل ايه ساعتها؟ نحاول ان احنا نغطيه زي ما قلنا بحاجه نظيفه، شاشه نظيفه او قماش نظيف. وما ننساش كمان ناخد حقنه التيتانوس في خلال 48 ساعه. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن الحروق. واتمنى ان شاء الله ان انتوا الفيديو يكون افادكم باذن الله. انا المراجع بتاعي هو مايو كلينيك. كده خلص معانا الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. لو السلسله عجبتكم شجعوني ان احنا نكمل فيها، وقولوا لي حاجات تانية انتوا حابين تعرفوها. كانت معاكم دكتوره عبير مجدي، الى اللقاء، ومتنسوش تعملوا لايك سبسكرايب في القناه عشان يوصلكم كل جديد. سلام.